بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. بعد ما الراجل بيتجوز ويجي يبني أسرة جديدة، الأم بيبقى عندها سهو إن ده كبر خلاص، يعني اتفطم، ما عادش الولد الصغير ولا البنت الصغيرة اللي هم ملهمش قرار وبربيهم ولازم يعرفوا الصح من الغلط. لا، هو من سن ال 18 و 19 خلاص بيبقى ليه قرار مستقر ومستقل بيه. فبتيجي هنا تدخلات كتيرة، حابة تعرف أي كلام، حتى لو كان مشروع بيعملوه، لو حاجة بيخططوا ليها مثلا، تبدي رأيها. عمر الرأي القديم ما هيتوافق مع الرأي الجديد. عمر مرات الابن ما هتتوافق مع حماتها. أي نعم، هنعرف إن في ناس كتيرة علاقتهم حلوة مع بعض. احنا هنا بنتكلم على العلاقات اللي بتفشل وإيه سببها. انا واحده مش حابه حد يتدخل في حياتي، حابه اقيم نفسي بنفسي. فالام هنا لازم تدي مساحه لابنها وبنتها انهم يخوضوا المعركه الحياتيه، يجربهم ويفشلوا وينجحوا ويقوموا تاني، لان الانسان ما بينجحش الا من خلال التجربه. لكن دلوقتي ايه فايده ان احنا اتجوزنا وكل اسرارنا وكل مشاريعنا عند امهاتنا وابهاتنا والكلام رايح وجاي؟ طيب هل قرب المسافات وبعدها بيفرق في العلاقه؟ لا، ما بيفرقش في حاجه. انا دلوقتي بكلمك اهو عن طريق السوشيال ميديا، انا قاعده في بيتي، حضرتك تعلم عني حاجه؟ ما تعرفش عني حاجه، ولكن سمعت مني، يبقى التواصل جيد اهوت ومباح. يعني دلوقتي اللي انا عايزه اقصده ان في ام بتبقى قاعده مع ابنها وما بيعرفهاش اي حاجه، بالرغم انها نايمه في الاوضه اللي جنب الاوضه بتاعت عش الزوجيه بتاعتهم. وعندك ام تبقى في اخر بلاد المسلمين والكلام بيوصل لها زي الجوابات اليوم بيومه، بريد مستعجل. طب ده بيرجع لايه؟ لنقل الكلام، الرق على الزوج والزوجه اللي ما بيطلعوش الكلام من لسانهم. هو ده الاساسي. الراجل اللي بيطلع كلام على زوجته ملوش احترام وما بيحترمش وبيبوظ العلاقه، وكذلك الست برضه اللي ما تعملش اعتبار. البنت ولا الراجل لما يخرجوا لعيش الزوجيه عايزين ياخدوا اهاليهم معاهم، بمعنى ايه؟ ان كل حاجه يقولها لهم وكل حاجه يعرفوها لهم، وده عيب برضه بيشترط فيه الاتنين، مش فرد واحد. حتى لو كانت الام متطفله بعض الشيء من خوف على ابنها ولا بنتها، انا ممكن اريحها بكلام عادي جدا في سبيل ان انا ما اطلعش برضه سر البيت بره. وكذلك الراجل. لكن لو الانسان لغرض، عليه العون والعوض. دمتم بخير.